السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ديما في إطار سندويتشات والوصفات اللي هي السريعة والسهلة للعشاء أو للغداء أو هكا الوليدات يديهم معاهم الكوتي للمدرسة. اليوم نقترح لكم واحد الساندويتش غزال بحال شبيه البيج ماك اللي كيكون في ماكدونالد. صدقوني الا كليتوه ما كاين حتى شي فرق بينه وبين البيج ماك، نفس المكونات نفس المذاق، وعاد هذا حسن اكيد لاننا موجدينه في الدار وعارفين شنو دايرين فيه، والمقادير متاكدين ان كل شيء نقي، كل شيء هو هذاك. فكيف ما كتشوفوا هنايا واحد الساندويتش اللي هو لذيذ بزاف وسهل، ومكونات اللي هي بساطين وفي المتناول. فخليكم معايا باش نكتشفوا جميع طريقة تحضير هاد الساندويتش هذا. فكيف ما كتشوفوا هنايا، فبالنسبه للمكونات عندي المكون الرئيسي هنايا اللي هو خبز ديال تورتيلا. انا الخبز ديال تورتيلا هنا راني موجده في الدار، يعني ما كنشريهش، وكتشوفوا بان النتيجه كتكون زوينه بزاف. ديجا راني دايره في القناه من الفيديوهات الاولى عندي في القناه، وهي الوصفه المعتمده عندي، يعني ما بدلتهاش نهائيا. مكونات اللي هما اقتصاديين بساطين ووصفه ناجحه مليون في المية. فانا ما عمرني بدلتها، هي الوصفه المعتمده عندي كيف ما قلت لكم من النهار اللي جربتها. فعندي المكون كيف ما قلت لكم الرئيسي هنايا هو هاد خبز تورتيلا. عندي هنا خبيزات اللي هما متوسطين، ما كبارين ما صغارين. درت انا غادي ندير اليوم شي واحد الخمسه ولا سته ديال الساندويتشات. بالنسبه للمكونات ديال الحشوه عندي تما الخس، الخيار مطيشه مقطعين شرائح، والموطارد والملحه والبزار، الكفته، واحد ربعة تقريبا ديال الكفته هنا انا اللي درت، وفرماج شرائح. من الافضل هذا الصفر هذا، عند واحد المذاق اللي هو سبيسيال، الزبده. وعندي هنا الصلصه غادي ندير تما لاصوص مايونيز اللي هي كذلك حضرتها في الدار انا. ديجا راني حتى هي وضعتها في القناه هنا، كنديرها انا بالحليب ما كنديرهاش بالبيض. الحليب والفخوماج والموطارد والزيت والخل. وعندي الكورنيشون مقطع، شويه ديال الكيتشوب وشويه ديال لا موطارد. هادو بالنسبه للمكونات ديال هاد الصلصه هذه اللي غادي نديرها لداخل في الساندويتش. ندوزو على بركة الله، نوجدو هاد الساندويتش هذا. اولا كناخدو المقله ديالنا كيف ما كتشوفوا، كنوضعوا فيها واحد شويه ديال الزبده. بالنسبه للزبده هنايا هو السر اللي كيخلي هاد الساندويتش هذا كيجي شبيه للبيغ ماك، يعني كيجي فيه داك لوغو ديال تقريبا ديال البيغ ماك. كندوبو داك الطريف ديال الزبده هنا زبده حيوانيه، ضروري من الزبده حيوانيه، هي اللي عندها داك لوغو سبيسيال، المذاق كيجي زوين بالنسبه للطياب. هنا كنشحروا فيها داك الكفته ديالنا. بالنسبه للكفته ما تكونش من الافضل ما تكونش البوطه اللي هي ناقصه بزاف، ضروري ما. بالنسبه للحوم اون جينيرال ما من الافضل ديما البوطه تكون عندنا مجهده هكذا باش ما كينزلوش داك الماء ديالهم وكتنشف لينا اللحم. غادي نضيف عليها شويه ديال المليحه وشويه ديال البزار، واحد شويه ديال الهريسه الى بغيتو نتوما، ما كانش عندكم المشكل في الوليدات انهم ياكلوها، سينون بلاش، غير الملحه والبزار هادو هما التوابل الاساسيه. وواحد شويه، واحد المعلقه تقريبا ديال لا موطارد. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا غادي نخليوها هكذا كتشحر حتى تنسجم لنا كاع العناصر والكفته طيب. فالكفته ما كتاخذش وقت بزاف في الطياب، يعني دغيا كتوجد لينا غير بين ما تنشف صافي وهي طابت. وكنأكد بان البوطه دائما تكون مجهده بالنسبه للكفته باش ما كتنشف ليناش، ما كتجيش قاصحه. هنا درت انا واحد شويه ديال السودانيه صافي، وكنخلطوا كلشي، كنتسناو على كلشي حتى كينسجم ويطيب. وها الكفته ديالنا واجده. انا غير كنحاول كنبدا نحرك هكذا مزيان باش ما يكونلناش واحد الكتل، وخا يبقاو ماشي مشكل، هو غير بغيتوها تكون هكذا مفرته من الافضل هي كطيب وانتم كتحركوا فيها باش ما تجيكمش مجموعه. هنا كتشوفوا هنا راه صافي ديجا وجدت لي الكفته ديالي، شربات، يعني ما بقى فيها لا ماء لا حتى شي حاجه. وديجا ملي كتجهدوا البوطه كيف ما قلت لكم ما كتنزلش داك الماء ديالها، يعني كتبقى دغيا كتوجد لينا. بالعكس الا نقصنا البوطه المياهات ونتناوها عاوتاني تتشرب وهكذا ما كتنجحش معنا ما كيبقاش داك لوغو ديال الكفته ديالنا زوين.
من بعد ما شحرنا الكفته ديالنا ندوزو نوجدو الصلصه ديالنا او لاصوص اللي غادي نديروها لداخل في الساندويتش. هنا ديجا قلت لكم قطعت الكورنيشون اللي هو رقيق بزاف، قطعوه بالقطعه ديال الربيع او لا في الهاشوار ولا المهم، ولا غير هكذا قطعوه بالموس فوق القطعه ديال الربيع، يعني تيكون هكذا رقيق. ونخلطوا الجميع. هنا زدت واحد شويه ديال سودانيه ديال الهريسه، الصلصه ديال الحاره. انا ما عنديش مشكل في الحار، ولادي كياكلوا الحار، ما يعني كيبغيوه عزيز عليهم، داكشي باش كنديرو تقريبا في كاع لي ساندويتش الا لاحظتوا كنديروه. صافي كنبداو نخلطوا هنا غير تنسجم لينا العناصر كامله. كيف ما قلت لكم انا بالنسبه المايونيز راني صوبته في الدار. بغيتو تضيفوا لهاد الصلصه شويه ديال الخل، زيدوا حمضوها واحد شويه ماشي مشكل. انا هنايا ما درتوش، اكتفيت بها هكاك، ديجا عندي الخل في المايونيز عندي بزايد يعني، وعارفه لوغو ديال المايونيز ديالي، ما محتاجش مازال عاد الخل. بغيتو تضيفوا واحد المعلقه ضيفوها، سواء كيجي زوين الا كانت الصلصه شويه محمضه. كناخذ واحد شويه الصلصه كيف ما كتشوفوها، هما الطريقه راها مشروحه شرحه نفسها في الفيديو. تما بالنسبه للخس انا قطعته، ديما كنحيد له داك القلب ديالو. بالنسبه لي ساندويتش ما كيعجبنيش نخلي فيه داك القلب، كنخلي فقط داك الورقه الجنب، والوسطاني داك القلب كنحيدو. هكذا كيجي حتى ساندويتش ساهل في الماكله. ما الدراري ما كيبغيوش داك القلب ديال الساندويتش ديال الخس. انا كنزولو من الديبار صافي، كنتهنى وكيجي الساندويتش ديالي زوين. نديرو شرائح ديال المطيشه كيف ما كتشوفوا. بالنسبه للترتيب ديال هاد الخضر وهذا الشيء، الخس هو الاول، نزيدو فوق منه كفيته، عاد من الفوق مطيشه والبصله، وعاد نديرو هاد الفرماج شرائح. كان هاد الصفر من الاحسن، ما كان صافي نكتفيو غير بالشرائح دوك اللي كيكون اللون ديالو اللي هو ابيض. وهاد الصفر قليل فين كيكون قليل فين كيجيبوه صراحه. صافي. وبالنسبه للطوي هنايا نحاولوا نتحكموا في الجنيبات غير باش ما تخرج ليناش في الطياب داك الحشوه. صافي ونطوي بحال هكا، ما نخافوش يكون الخبز مزيان ديال التورتيلا، يعني ما كيتقطع معنا ما حتى حاجه. هانتوما كي كتشوفوا كنطويه كيف ما بغيت، وكيبقى هكاك مزيان، يعني ما كيتقطع ما حتى شي حاجه. فنتمنى انكم تعاودوا تشوفوا داك الفيديو ديال التورتيلا اللي ما شافوش. تي وصفه ناجحه وزوينه. انا هذا هو الخبز المعتمد عندي وساهل. الاهم هو انه ساهل دغيا كيوجد، يعني ما كياخذش وقت كتير. وكتهناو من من العشاء اون جينيرال، كتهناو من العشاء. يعني الخبز هذا دير واحد الكميه كثيره وحطوها في الكونجيلاتور فما كيضيعش. انا راه كنصوب واحد الكميه كثيره ونديرها في بلاستيكات ونحطهم في المجمد، وقت ما احتاجيت كنجبد منهم، فكيبقى مزيان حتى لشهر في الكونجيلاتور، ما كيوقع له حتى شي حاجه، وكيطيح اقتصادي اكثر من هذاك اللي كنشريو. كنعرفوا بان ما رخصش بزاف، وهكذا الا كانوا الوليدات عزيز عليهم لي ساندويتش كل مره يعني غطيح لكم القضيه شويه مكلفه. فعلاش لا ما نصاوبوهش في الدار ونتهناو، وكيطيح لنا ساندويتش ديالنا رخيص، ماشي شي حاجه اللي هي كثيره. صافي غادي نستمروا بنفس الطريقه كيف ما شفتوا هنايا، احسن نكملوا كاع الخبز اللي عندنا نفس المراحل. فزوين هاد الساندويتش هذا الصراحه، مذاق زوين، وحتى المكونات ديالو كيف ما كنشوفوا فيه خضيره، فيه الحمى، فيه يعني كاع الحوايج اللي يحتاجوها الوليدات. هكذا اللي ما كانش كيبغي ياكل بحال البصله ومطيشه كنعرفوا مهمين. الدراري بحال هكا لي ساندويتش كياكلوا كلشي، شفتها في ماكدونالد كلشي كياخذوا. فهكذا نصوبوه ليهم في الدار، علاش لا. كيف ما قلت عارفين شنو دايرين فيه، والاهم انه كيبقى احسن بكثير من الماكله ديال الزنقه. صافي هكذا غادي نستمر كي حتى كنكمل كاع الخبز اللي عندي. انا درت خمسه ديال لي ساندويتش. صافي هنا من بعد ما كملتهم غادي نجيب واحد المقله كيف ما كتشوفوا هنايا، وغادي ندهنوها بزبده باش هكذا نحمروهم. ما غاديش نديروهم في لاباراي ديال البانيني، غادي نديروهم في مقله ونحمروهم هكذا من الجهات بجوج. فهذا هو الاختلاف بينه وبين تاكوس.
وعاد زيد المكونات ماشي نفسهم. صافي غادي نديرهم 3 ونحاولوا نضغطوا عليهم واحد شويه ونبقاو نقلبوهم حتى نحسوا بالجهات بجوج تحمروا وتقرملوا لينا. ما نجهدوش عليهم البوطه هكذا باش ما يتحرقوش دغيا، بشويه باش يتقرملوا لينا مزيان. هنا كندهن لهم الوجه الاخر كندهنوه بالزبيده. صافي ونخليهم هكذا حتى يتحمروا لينا. هانتوما كتشوفوا منين نحسوا بهم تحمروا من داك الجهه نقلبوهم ونخليهم يكملوا التحمر الجهه الاخرى. غزالين صدقوني هاد لي ساندويتش كيجيو فنين، فنصحكم تجربوهم واكيد غتشكروني عليهم. ترددت صراحه باش نحط هاد الوصفه، قلت علاش لا، قلت غادي يكونوا عارفينها الناس بزاف، ولكن بغيت نعاودها. صافي هانتوما كتشوفوا انا كنطيب وانا كنضغط عليهم. صافي هنايا غادي يكونوا راهم وجدوا لينا كيف ما كتشوفوا، راهم تحمروا مزيان من الوجه من الوجهه بجوج. صافي ونحيدوهم. هذا هو الشكل النهائي ديال الساندويتش ديالنا. كيف ما كتشوفوا ساهل، ولكن المذاق صدقوني المذاق رائع. فكيف ما كتشوفوا هذه هي النتيجه ديال الساندويتش ديالنا. كيجي واحد الساندويتش غزال بنين، كنتمنى انكم تجربوه. شوفوا كيشهي كيشهي صراحه والله القسم الا كيشهي. ماشي كنشكر الوصفه، ولكن انا متاكده غادي يعجبكم. نتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، والى وصفه مقبله بحول الله. استودعكم الله.